أغرب 4 ظواهر في العالم وآخر واحدة هتخوفك جدا. كوكب الأرض مليان أسرار وفي ظواهر غريبة بتحصل حوالينا ولحد دلوقتي العالم مش قادر يفصلها بشكل كامل. وواحدة من أغرب الظواهر دي هي ظاهرة المطر الحيواني. الظاهرة دي الناس اللي سمعوها قالوا إنها مش على الكوكب بتاعنا أصلا، بس أماكن زي هندوراس السكان بيشهدوا سقوط أمطار سمكية من السماء بعد العواصف. العلماء بيعتقدوا إن الرياح القوية ممكن ترفع الكائنات دي من المية، لكن التفسير ده لسه مش مؤكد 100%. والظاهرة اللي أكتر غرابة منها هي بحيرة في استراليا اللي بيميزها هو لونها الوردي الصادم. السبب غالبا نوع من البكتيريا، لكن الغريب ان اللون ده بيفضل ثابت حتى لو خدت منها ميه. اما الظاهرة الثالثة فهي الاغرب منهم. مدينة في الولايات المتحدة الامريكية فيها حريق شغال تحت الارض من سنة 1962 لحد النهاردة. النار مهما يحاولوا يطفوها لكنها ما بتطفيش على مدار السنة. والأغرب من كده كمان الناس بتروح عشان تزورها وتشوف الحدث الغريب جدا. بيعتقد العلماء إنه بسبب انفجار غاز من آلاف السنين تسبب بالظاهرة العجيبة دي. أما أكتر ظاهرة مرعبة بتحصل وأغلبية الناس مش مصدقة اللي هي على كوكبنا هي ظاهرة أصوات غامضة بتيجي من السماء أو من تحت الأرض. الظاهرة دي اتسمت زهم. ناس كتير في دول مختلفة سمعوا صوت أصوات صريخ أو طبل أو أصوات عجيبة ملهاش أي تفسير، لكن لحد دلوقتي مفيش أي تفسير علمي واضح للظاهرة الغريبة جدا، وده اللي بيرعب ناس كتير. وأغلبية الناس مش متأكدة إن الظاهرة دي على كوكبنا. تخيل سمكة وزنها ممكن يعدي طن كامل وبرغم كده شكلها كأنه نص سمكة، بس ده مش خيال، دي سمكة اسمها سمكة الشمس. سمكة الشمس أو سمكة المولا مولا هي واحدة من أغرب الكائنات في البحر، وبرغم حجمها الضخم جدا إلا إنها بتتعرض لهجوم كتير، والغريب إنها مش بتقاوم زي باقي السمك، وده بسبب إن سمكة الشمس مش سباح سريع، بتتحرك ببطء وهدوء، وده بيخليها هدف سهل لأي مفترس زي القروش أو أسود البحر. اتسمت سمكة الشمس لأنها بتحب تطلع على سطح المية وتقعد تحت أشعة الشمس، وده مش للراحة بس لكن كمان عشان الطيور تنظف جسمها من الطفيليات. رغم حجمها الكبير جدا لأوقات بيوصل ل 1000 كيلو جرام، إلا إنها كائن مسالم جدا وبيتغذى أساسا على أناديل البحر، وهي كائن مش محبوب من الصيادين بسبب البكتيريا الكتيرة أوي في جسمها، وكمان أغلبية جسمها مليان بالعظم والدهون. طبعا بتسأل نفسك طب طالما هي ضعيفة بالشكل ده ليه ما انقرضتش لحد دلوقتي؟ الإجابة عشان هي بتبيض في المرة الواحدة أكتر من 13 مليون بيضة، عشان كده لو في يوم شفتها اوعى تخاف منها. بيقولوا مستحيل حد يقدر يمشي في طريق مستقيم طول ما عينه الاتنين مقفولة، ولصحة الكلام ده قرر آدم وجيمي يعملوا التجربة دي على أرض الواقع. أهم حاجة ما تنساش تصلي على النبي. آدم وجيمي بدأوا التحدي على مساحة 100 متر، واستعان بسماعة لعزل الضوضاء تماما من حواليه وعدد كبير من الأعلام لكل خطوة بيمشي، واستعانوا كمان بجهاز GPS. بدأ آدم التجربة وبحسب كلامه المشي بدون حواس صعب جدا، وخلال أول 20 متر بس آدم فجأة بدأ ينحرف لليسار، والأكتر غرابة اللي هو بدأ يميل حوالين نفسه بشكل كبير جدا. المشكلة اللي هو فضل يقسم ليهم اللي هو كان ماشي على خط مستقيم. تخيل تصحى من النوم تلاقي لون جلدك بيبدأ يتغير واحدة واحدة للون الأزرق ومفيش أي حاجة تقدر توقفه نهائي. القصة دي مش قصة فيلم، دي قصة حقيقية وقعت في أمريكا. بول كارسون رجل أمريكي كان عايش حياة طبيعية جدا، كان عنده مشاكل بسيطة في جلده فقرر يعالج نفسه بنفسه، فقرر يشتري مادة اسمها الفضة الغروية. قالوا عنها إنها علاج سحري بتشفيه من أي حاجة تقريبا، فبدأ يستخدمها كل يوم ويشربها ويدهنها على جسمه. في الأول ما كانش فيه أي حاجة غريبة، بس مع الوقت جسمه بدأ يتفاعل مع المادة دي بشكل مش طبيعي. الفضة بدأت تتراكم جواه ومع الشمس والضوء جلده بدأ يغمق واحدة واحدة لحد ما بقى لونه رمادي وبعدين ازرق جسمه بالكامل. الناس في الشارع كانت بتبص ليه بصدمة وخوف، وبقى معروف في العالم كله باسم الرجل الأزرق. الحالة دي اسمها الألجرية، مرض نادر جدا بيغير لون الجلد كله بشكل دائم، والاخطر من كده انه مش مؤلم بس بيبقى تغيير للابد. قصه بول بقت تحذير كبير ان اي حاجه بتاخدها من غير دكتور ممكن تغير حياتك كلها بشكل كبير. انت بقى لو عرفت ان في حاجه بتشربها كل يوم ممكن تغير شكلك للابد هتكمل فيها ولا هتقف فورا؟ بيقال انت لو حطيت ايد شخص في ميه دافيه وهو نايم هيجيله تبول لا ارادي، والاختبار صحة الكلام ده آدم وجيمي قرروا يختبروه بنفسهم عن طريق حساس رطوبة صنعوه بنفسهم. والحساس ده عبارة عن منبه بيبتدي يرن أول ما يحس اللي فيه بلل. جيمي حب يجرب الموضوع ده بنفسه لكنه فشل في النوم، عشان كده لجأوا لحد من فريق العمل عشان يساعدهم في الاختبار ده. وبعد أكتر من ساعتين أخيرا عرف ينام نوم عميق جدا، وهنا بدأوا يحطوا إيديه في المية الدافية ويشوفوا هل اختراعهم فعلا هينجح. وبعد أكتر من ساعة بدأ الجهاز يرن فعلا،
وبسرعة اتجهوا على الأوضة عشان يشوفوا الاختبار ده حقيقي ولا لأ. وهنا كانت الصدمة، هو دلق الجردل إنما هو فعلا ما عملش تبول لا إرادي ولا أي حاجة. وبكده ظلمنا المتطوع، ودي بس كانت شوية أساطير ولا لأ. كل الظواهر دي بتأكد حاجة واحدة، إن العالم لسه مليان أسرار، واللي نعرفه يمكن يكون أقل بكتير أو يكاد معدوم بالنسبة للي لسه ما نعرفوش. ما تنساش تكتب في الكومنتات أكتر ظاهرة أنت حاسس إن هي مش موجودة على كوكبنا ومستحيل تدخل العقل.